السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده 30 اكله ل 30 يوم في الشهر بتاعنا. 30 فكره هنعمل بيهم الغداء بتاعنا. يلا بينا لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات، وكمان ادونا افكار في الكومنتات على اكلات ممكن نعملها مع بعض. اول فكره معايا وهي عرق اللحمه الكداب. اول حاجه انا جبت هنا عرق لحمه مع رز بسمتي. انا هنا جبت لحمه مفرومه. طبعا الوصفات بالتفصيل هتلاقوها موجوده على الصفحه او على القناه. معايا هنا لحمه مفرومه وعملتها بخلطه محترمه كده وجميله، وعملتها وقدمتها مع رز بسمتي، وكمان عملنا صوص الطحينه. كمان معايا هنا تاني فكره وهي المكرونه البشاميل. مفيش حد ما بيحبش المكرونه البشاميل الجوسي القمر السايحه الجميله دي. عملناها هنا بتمن كيلو من اللحمه المفرومه، يعني جبنا ربع كيلو لحمه مفرومه وقسمناه نصين، عملنا نصه المكرونه البشاميل، والنص التاني عملنا بيه يوم تاني المكرونه الطاجن بتاع المحلات الكشري القمر الجميل ده. وصفه سهله وبسيطه وغير مكلفه بالمره، وتنفع للوصفات الصيف الجميل اللي احنا فيه ده، وقفه المطبخ اللي احنا ما بنحبهاش في الحر دي. فانت بالتالي هيبقى معاكي طاجن المكرونه ده وصفه ناجحه جدا لصيف ممتع. مجرد بس المكرونه بالصلصه باللحمه المفرومه المتعصجه بتكون خطيره. يلا بينا على الفكره اللي بعد كده. زي ما قلنا الافكار بتاعتنا فيها حاجات اقتصاديه وفيها حاجات طبعا مكلفه شويه. بعد كده كمان معايا وصفه اقتصاديه، وزي ما قلنا انا هنا الربع كيلو بقى ما قسمتوش على 2، ربع كيلو لحمه مفرومه قسمته على 3. انا هنا بتكلم على 4 افراد ومن ضمنهم طفلين. تمام كده. عملت لسان العصفور بالصلصه واللحمه المفرومه، قدمته مع عيش ومخلل او ممكن تقدموه مع بالمعلقه. يلا بينا بقى الوصفة تقيلة شوية. جبت 4 وراك وعملتهم مع رز بسمتي بالخلطة وشوية مكسرات. زي ما انتم شايفين فيها زبيب، فيها سوداني، فيها اي حاجة انت بتحبيها، ممكن من غير مكسرات مفيش اي مشكلة. وقدمتها مع الدقوس بقى والصوص اللي نزل من الفراخ وسلطة خضراء، وبتبقى وجبة تحفة جدا مشرفة، تنفع معاكي العزومات، تنفع معاكي اكلة كده في وسط الاسبوع او في الويك اند او في اجازة الولاد بقى، ناكلها كده مع بعض. 4 وراك كل واحد ورك بتكون خطيرة. طبعا وصفة الرز دي تحفة جدا. طبعا الوصفات كلها بالتفاصيل هتلاقوها على القناة بتاعتنا، ولو في اي وصفة مش لاقيينها قولولي في الكومنتات وانا هنزلها لكم. عملنا اللحمة المفرومة وعملنا الفراخ، يلا بينا نعمل يوم سمك. طبعا مش كل الحاجات اللي انا منزلاها تعملوها ورا بعض، طبعا كده احنا ما بنوفرش، ده يعني محتاج نكون مثلا اغنياء جدا يعني ما شاء الله. انا جبت هنا كيلو من السمك او كيلو وربع لو انتوا 4 افراد. تمام كده. كيلو وربع بيبقى السمكية حلوة قوي، حجمها كويس جدا وبتكون مشبعة. تمام كده. انا جبت سمك، عملت سمك مقلي وقدمته مع رز وطحينة وسلطة خضراء. بجد اكلة تحفة جدا ومشبعة وقمر زي ما احنا شايفين كده. طبعا طريقه السمك المقلي بتتبليه بالتتبيله العاديه بتاعتك، وبتحشي السمك من جوه وبتتبلي شويه من الدقيق، وبعدين بتبداي تحمري السمك بالطريقه المعتاده. والرز هنا انا عملت رز الصياديه، تقدري تقدميه مع رز ابيض او رز احمر. عملت سلطه خضراء، تقدري تجيبي بصل اخضر بقى، جرجير، حاجات من الجميله دي. وهنا عملت سلطه الطحينه، تقدري تقدميه مع سلطه الطحينه او سلطه بابا غنوج. يلا بقى الوصفه اللي بعد كده، لو احنا بقى عايزين نعمل اكله كده محترمه تغري وتملى العين كده. انا جبت فرخه كامله وتبلتها بالتتبيله القمر بتاعتنا وسويتها جوه الكيس الحراري مع شويه خضار، بطاطس بقى، جزر، تقدري تحطي بسله، فاصوليا، كوسه، اي خضار ولادك بيحبوه وبياكلوه بيكون قمر زي ما احنا شايفين. للعلم الرز البسمتي اللي انا عاملاه تقدروا تبدلوه برز مصري وبنفس الطريقه وبنفس التتبيله هيديكي نفس الطعم. بصوا هنا الفراخ بتاعتنا مستويه ومتماسكه واخده لون قمر وجميل وتطعيمه رهيبه، ولا اجدعها محل. بجد بجد الوصفه دي جربوها هتعجبكم، خطيره. شويه الخضار بقى اللي تحت الفراخ قدمتهم لوحدهم، وهنا مع الرز وشويه سلطه، وبكده الوصفه تمام وزي الفل. لو انا بقى عندي عزومه اقدر اعمل الوصفه دي واعمل جنبها صينيه مكرونه بشاميل او صينيه رقاق بالجبن، مش لازم تبقى لحمه او فراخ. او تقدروا تعملوا جنبها سمبوسه تقدموها كده، بتبقى وصفه ولا اروع من كده. يلا بينا نرجع لوصفاتنا الاقتصاديه. انا هنا معايا كباب كوابري. وصفه الكباب دي وصفه في منتهى اللذاذه، وعايزه اقول لكم برغم ان هي اقتصاديه الا انها وصفه عزومات تشرف من العيار التقيل. يلا بينا نشوف الوصفات اللي بعد كده. قبل ما ندخل في الوصفات اللي بعد كده هقول لكم كباب الكوابري ده عباره عن ايه. ده بيبقى لحمه مفرومه من قطعيه معينه كده علشان الرز يمسك فيها، نفس فكره كفته الرز، ولكن هنا الرز احنا بنسيبه سليم، وهنا بتعملي له الصوص الصلصه اللي احنا بنسقطها فيه، بيكون صوص تقيل زي ما احنا شايفين كده، مش بتبقى صيصه كده وسايبه. بيكون الكبابيه كده من جوه مفرغه، والرزايه الواحده بوحدتها حاجه كده في منتهى الطعامه.
والواحد وهو بيسجل صوت كده يعني في اغراءات رهيبه. كباب الكوابري ده بالنسبه لاهل ابو كبير حاجه كده في منتهى الروعه. يلا بينا للوصفه اللي بعد كده، وهي ورقه اللحمه بالخضار. ورقه اللحمه دي من اسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها. كل اللي انت هتعمليه هتجيبي لحمه مسلوقه وتبداي، او لو مش مسلوقه وهتجيبي مثلا الستيك بيستوي بسرعه هديله بس تشويحه. تمام كده. اي خضار عندك، اي خضار موجود، اي خضار الولاد بياكلوه، اي حاجه موجوده عندك، كل اللي انت هتعمليه هتحطي الخضار كله على بعضه، هتحطي اللحمه بتاعتك، هتبداي ان انت تحطي شويه التوابل بتاعتك مع شويه الصلصه بتاعتك. بس ما تحطيش، لو هتحطي طماطم سبكيها الاول على النار، ما ينفعش انت تحطي طماطم نيه. ممكن تقطعي طماطميه كده شرايح معاه، بصلايه شرايح معاه، بيكون تحفه جدا. ولكن الطماطم لو هتحطيها صوص لازم تسبكيها الاول. وبعد كده بتملحي الملح، وتخلي بالك طبعا اللحمه بتكون مسلوقه في شويه ملح، فبنخلي بالنا من مقدار الملح بتاعنا. وببدا اقمر كل ده كويس جدا، سواء كان في كيس حراري او في فويل وورق زبده زي ما انا عملت كده، وبتطلع جنب شويه رز ابيض، حاجه كده في منتهى الجمال. يلا بينا نعمل وصفه بيتزا. خلاص بقى قضيناها بقى لحوم وفراخ وسمك وحاجات كده. يلا نجيب حته اللحمه اللي الولاد غضبانين عليها مش راضيين ياكلوها، او حته الفرخه اللي نشفت في التلاجة ومش راضيين ياكلوها، او من غير اي حاجه نهائي. ممكن تجيبي علبه تونه على فكره وتعملي بيها، بتكون رهيبه. عجينه بيتزا طعمها حلو. طبعا عملنا مع بعض عجاين كتير قوي على القناه، تقدروا تختاروا عجينه البيتزا المناسبه ليكم وتجربوها. وبتحطي عليها اي توبنج من على الوش. الوصفه اللي معانا بعد كده السمك البوري. هنا بقى صارفين ومكلفين. سمك البوري اللي شويناه في البيت من غير دخان ومن غير بهدله ومن غير اي حاجه، واخد اللون القمر والتطعيمه التحفه اللي احنا شايفينها دي. لو عايزين تعرفوا ازاي شويناه في البيت من غير دخان، برضو شوفوا الفيديوهات اللي على القناه بالتفصيل. وزي ما قلت لكم لو عايزين اي وصفه بعينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هجيب لكم اللينك لحد عندكم. البوري هنا طبعا انا نضفته وعملت الحشوه الخطيره بتاعتنا، وبدات ان انا احشيه بيه وشويناه بالطريقه بتاعتنا اللي احنا بنعمله في الفرن على الشوايه اللي فوق، مش الفرن نفسه. الفرن نفسه هينشف معايا السمك. مجرد ما طلع خدته قمرته في ورق فويل او كيس، يكون كيس حراري او كيس نظيف ينفع للاكل، ورشه بقى ملح وكمون وشطه، وممكن تحطي دقه، بس انا ما برشحش الدقه قوي مع السمك البوري. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده، وهي وصفه من العيار التقيل، وصفه مطاعم، وصفه كده تشوفيها تقولي يا نهار ابيض ايه الوصفه المكلفه دي، بس هي بجد مش مكلفه نهائيا. كل اللي معايا هنا اربع اللي هي الصفحه بتاعه الورك. تمام كده، مش الورك كامل كمان. وبدات ان انا اشويهم، شوحتهم كده وشويتهم، وجبت ربع كيلو من اللحمه المفرومه قسمته نصين، عملت منه نص صينيه الرقاق، والنص التاني عملت منه الكفته دي. فبالتالي الوصفه غير مكلفه بالمره، وعملنا وصفه مطاعم. يلا بقى نشوف العشق بتاعنا يا جماعه، الكشري الاسكندراني والبيض المسلوق والسلطه والبتنجان. شفتوا البتنجان لونه عامل ازاي من جوه؟ حاجه كده يعني تتاكل بونبوني، بجد بجد رهيبه، وصفه رهيبه. عايزه اقول لكم انا من عشاق الكشري الاسكندراني مع البتنجان المخلل. يلا بينا نشوف. كمان عملنا بيتزا. البيتزا هنا انا عملتها بالتونه. تمام كده، ففي فرق بين البيتزا الاولى ما فيهاش حاجه خالص، مجرد خضار وشويه جبنه، وهنا عملتها بالتونه والجبنه الاقتصاديه. يعني ايه الجبنه الاقتصاديه؟ انا سايبه برضو الطريقه على القناه، ولكن طريقه الجبنه هقولها لكم سريعا كده. بتجيبي اي نوع جبنه يكون نظيف. تمام كده، وهبدا اعمل كاني بعمل بشاميل. وبعدين بعد كده ببدا ان انا احط لبن او ميه عادي جدا، مفيش اي مشكله. وبعدين بعد كده بجيب الجبنه بتاعتي، ولكن انا هقول لكم كده المقدار عادي، ولكن المقدار بتفاصيله هتلاقوه على القناه. بجد طعمها بيكون تحفه. ما تقولوش مثلا هتبقى طعمها بشاميل، بالعكس بيكون طعمها جميل جدا. وتحطوها كده على وش البيتزا وتدخلوها الفرن، وبيبقى فيها مطه على فكره، لان انا جايبه جبنه نوع نظيف، لازم تكون نوع نظيف. في انواع كتيره نظيفه على فكره تقدروا تجيبوها. عندكم موتزاريلا الحريف رهيبه، جبنه طبيعي خطيره. عندكم نوع الحمد، ولكن نوع معين، يعني مش كل انواع الحمد حلوه، في انواع بشعه طبعا. نفس الماركه بيكون نفس الماركه بس مش احسن حاجه، فانتوا عادي خلي بالكم بس من انتوا بتشتروا ايه. بصوا العجينه خطيره بجد تحفه. تقدري زي ما قلنا تحطي تونه، تحطي من غير حاجه خالص، اي حاجه مفيش فيها اي مشكله. هنا معانا ربع كيلو من الدقيق. مصرين ان هو ربع كيلو، هو فعلا هنحتاج دقيق لان العيش انا عاملاه في البيت، المخلل انا عاملاه في البيت، الدونر هنا انا عامله دونر كباب انا اللي عاملاه في البيت، والصوص ده كمان الكاتشب ده انا اللي عاملاه في البيت. يعني كل حاجه في الفيديو دي احنا اللي عاملينها في البيت، تقدروا برضو تشوفوا الفيديو. العيش الصاج ده انا اللي عاملاه في البيت،
وسهل وبسيط، ودونر كباب طعمه خطير. يلا كمان نشوف الكفتة التركي الخطيرة دي. بصوا بقى وصفات صيفي يعني من الاخر. بطاطس متقطعه رفيع جدا، بصل متقطع رفيع جدا، وحطيناهم في الصينيه من تحت. بدات ان انا اتبلهم حاجات بسيطه كده. جبت بقى كفته، ده نص الربع كيلو لحمه، نص الربع المفروم اللي هو التمن يعني. بدات ان انا اجيبه واتبله كويس جدا بالبهارات بتاعتي. بصلايه مبشوره ناعم، انعم حاجه ممكن تتخيلوها. بميتها بميتها عادي جدا، لان انا كده كده هحطها في الصينيه زي ما انتم شايفين. بعد كده بدات احطها افردها على الوش، وشويه صلصه كده، صوص صلصه جميل، وندخلها تستوي وتطلع بالجمال اللي احنا شايفينه ده. تقدروا تقدموها جنب عيش، جنب رز ابيض، براحتكم. الوصفه اللي بعد كده او الفكره اللي بعد كده، عملنا باميه. ممكن بقى يبقى عندك شويه شوربه من وصفه فراخ قبل كده او وصفه لحمه قبل كده، تقدري تعملي بيه. طب لو انا ما عنديش شوربه، مفيش اي مشكله. عارفين الدهن، الدهون مثلا لو اشتريتي لحمه وفيها دهن، تقدري تاخديها تجمعيها في كيس، هتبشريها بالمبشره او تقطعيها بالسكينه ناعم كويس جدا، تطبخي بيها، بتبقى في منتهى الجمال كانك عاملاها بلحمه صافي. يلا بينا الفكرة اللي بعد كده اقتصادية مليون في المية، مش 100% بس. هنجيب أجنحة دجاج، تقدروا تعملوها بطريقة كنتاكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وتعملوا جنبها أي خضار. الأجنحة هنا أنا كنت سلقتها نص سلقة، وبدأت بعد كده أعملها في الخلطة بتاعة الكريسبي، وبدأت أحمرها وخدت الشوربة بتاعتها، عملت منها الرز والخضار بتاعنا. تقريبا يعني الوصفة دي تقريبا فاصوليا. تقدروا تعملوا أي حاجة انتوا عايزينها جنب الأجنحة بتاعتنا. زي ما شايفين دي الأجنحة بتاعتنا قبل ما نحمرها، عاملينها بطريقة بديل البيض الاقتصادي، وكمان عاملينها بخلطة الكنتاكي اللي احنا عاملينها مع بعض في البيت. قدمناها طبعا زي ما احنا قلنا مع رز ومع فاصوليا. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده، معشوقة الجماهير، وهو المحشي. هنا عملنا محشي وعملت معاه حمام، وتقدروا تعملوا معاه اي حاجة. عملت معاه طبعا شوربة لسان عصفور، عملت معاه مكرونة بالصلصة، وتقدروا تقدموا معاه اي حاجة انتوا حابينها. طبعا هنا مش لازم تعملوا الحمام، طبعا الحمام هنا التصوير كان ظلمه جدا، بجد بجد تصوير كان ظلمه جدا جدا، هو ما كانش لونه كده. بس يلا ما علينا. لو انتوا حابين تعملوا وصفه كده منعشه في وسط الشهر او في اول الشهر وقت القبض، طبعا كله بيبقى اول يوم في الشهر نجيب ساويرس، اخر الشهر بنبقى حاجه كده ما شاء الله. هنا زي ما احنا شايفين معانا الفول وصينيه المسقعه اللي في الفرن، مع شويه سلطه كده قمر، مع شويه مخلل، شويه عيش سخنين، حاجه كده في منتهى الرهابه، احسن اكله ممكن تعملوها. بعد كده معايا سمك مكريل، عملته صينيه بطاطس في الفرن بسمك المكريل، بتكون في منتهى الطعامه بجد بجد. طبعا صينيه السمك بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه حد يتكلم ولا يقول عنها اي حاجه. بتقدميها بقى مع سلطه خضراء، مع جرجير، بصل اخضر، شويه رز ابيض او احمر او صياديه زي ما انتوا حابين. تعالوا برضو معانا هنا وصفات، يعني عايزه اقول لكم يمكن 3 4 وصفات تقال شويه، والباقي كله حرفيا حاجات اقتصاديه. معايا هنا الكبده بتاعه الفراخ، انا بجمعها الكبده لوحديها والقوانص لوحديها. الكبده بعملها بالطريقه دي، اللي هي بحط لها فص ثوم مع شويه فلفل، وممكن بصلايه صغيره وممكن لا، وبتحطوا عليها دبس رمان، بتكون خطيره. قدمتها هنا مع مكرونه محمره بالصلصه، وشويه من المخلل او السلطه، او على حسب ما انتوا حابين، او تقدري تقدميها مع عيش، اللي بيحب كده هياكل واللي بيحب كده هياكل. بعد كده عملت ايه؟ عملت هنا معايا ستيك، ومعايا محشي كرنب، ومحشي الخس والفلفل. هنا وصفه ستيك فظيعه بجد، طعمها كان خطير. معانا بيتزا هنا. طبعا البيتزا هتقولوا لي ليه 3 وصفات بيتزا؟ لان بجد البيتزا من الحاجات اللي الولاد بيعشقوها، وفي نفس الوقت لما بتعمليها موفره جدا. يعني لو تلاحظوا بعد كل كام وصفه كده بنعمل وصفه بيتزا، ليه؟ كانك بتلمي كل اللي في التلاجة وبتحطيه على وش البيتزا. للعلم البيتزا دي معموله ببديل الجبنه الموتزاريلا، مش بجبنه موتزاريلا خالص، ولكن انا هنا كان عندي جبنه رومي ناشفه والحروف بتاعتها ناشفه، فانا عملتها بالجبنه الرومي وحطيت معاها علبه جبنه مثلثات. عملت هنا مكرونه دي بقى نجريسكو، ولكن مش بالسباجيتي ولا بالقلم. انا كنت عاملاها مكرونه بشاميل بالفراخ، بس بالمكرونه الصغنطوطه اللي هي المرمريه. تقدري تعمليها باي نوع مكرونه انت حباها. دي الفكره، ان انت ممكن تعملي المكرونه البشاميل او النجريسكو بالفراخ، بالكبد والقوانص، باللحمه المفرومه. هنا ما كنتش حطاها طبقه في النص، لانك لو هتحطيها طبقه في النص مش هتكفي ومش هتملى العين.
عملنا ايه؟ جبنا الفراخ عصجناها وظبطناها وقلبتها كلها مع المكرونه، وحطيت معاها كبشتين كده من ايه البشاميل. بدات احط طبقه تحت او احطها كلها، يعني طبقه بشاميل تحت واحط المكرونه كلها، وطبقه بشاميل على الوش، بتكون واخده من طعم الفراخ كلها لانك قلبتيها كلها في المكرونه بتبقى كلها، بصي ما بيبقاش بقى طبقه كده مختلفه وطبقه مختلفه، فانت هتحسي ان لا فيها لحمه كتير او ما فيهاش كتير. ففي الحاله دي لما بيبقى كميه اللحمه او الفراخ قليله قلبيهم في المكرونه زي ما انا قلت كده. تعالوا بقى للوصفه اللي بعد كده اللي هي كوردون بلو او شرايح الفراخ. انا هنا الفراخ كان بانيه عادي خالص من الشرايح الرفيعه اللي احنا بنشتريها، وبدات ان انا احط شرايح كده من اللانشون عادي خالص. تقدري تحطي شرايح تركي او اي حاجه انت عايزاها او عندك. وبدات احط معاها جبنه شيدر، ولو ما فيش شيدر تقدري تحطي جبنه من الموتزاريلا. زي ما انتم شايفين شكلها وطعمها خطير. طب انا ليه عملت بالبانيه الرفيع ده؟ علشان تستوي معايا اسهل واحسن. وكمان قدمت جنبها صينيه جلاش باللحمه المفرومه. كان عندي معلقتين كده من اللحمه المفرومه، عصقتهم تعصيجه محترمه، وزودنا طبعا البصل والحاجات الجميله دي، وقدمناها مع مخلل. زي ما انتم شايفين طعمه خطير وشكله تحفه جدا. يلا بينا مع الوصفه اللي بعد كده اللي هي عباره عن رز وبسله. رز وخضار بقى، في حاجات نواشف حاجات مش نواشف. بس لو تلاحظوا انا هنا ما عملتش الصيف طبعا الطبيخ والخضار ده بيبقى تقيل، فانا ما بحبش ان انا اكتر من الطبيخ يعني في فتره معظم الاكلات اللي انا بعملها بتكون عباره عن نواشف. بس كلها افكار. هنا لحمه مسلوقه مع البسله، وكمان معايا رز وحطيت جنبه مخلل. تقدروا طبعا تعملوا سلطه خضراء وتقدموه باي طريقه انتوا عايزينها. طبعا فكره البسله بالجزر دي تقدري تعملي مكانها كوسه او فاصوليا او خضار مشكل، او تعملي بطاطس، اي حاجه الولاد بياكلوها. هنا هنعمل مع بعض وصفه في منتهى الجمال. شويه مكرونه مع ربع كيلو من اللحمه المفرومه، عملنا منه بفتيك كداب. انا البفتيك ده الولاد في حد كلب مكرونه وحد كلب عيش، بيكون خطير لما تحطي عليه بقى الكاتشب كده وشويه بطاطس محمره. وصفه في منتهى الجمال واقتصاديه مليون في الميه، بجد بجد خطيره. بصوا هنا هوريكم من جوه. انا هنا معايا الكاتشب ده انا اللي عاملاه في البيت، بجد طعمه خطير وصحي بدون مواد حافظه. عيبه الوحيد ان هو ما بيقعدش اكتر من 3-4 ايام وبيخلص، عشان بجد طعمه بيكون تحفه. بصوا هنا البفتيك من جوه خطير يا جماعه، جربوه في البيت. لو طبعا اسعار لحمه البفتيك عاليه جدا، فتقدروا تجيبوا ربع كيلو من اللحمه بيديكي كميه محترمه من البفتيك الكداب. تقدري تعمليها وصفه اقتصاديه جميله، تقدري تعمليها بتنفع جدا في المصايف. تعمليها بقى سندوتشات مع بطاطس محمره وشويه كاتشب، تنفع جدا مع شويه مكرونه زي ما انا عملت كده. وصفه في منتهى الطعامه في منتهى الجمال. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده اللي هي بجد العشق، بجد خطيره. لو جربتوها مره هتدمنوها. انا هنا عملت رز ريزو بالطريقه العاديه وبصوص الريزو الجميل، وعملت هنا فراخ سويت اند صور صيني، يعني هي وصفه صيني خطيره بجد رهيبه، ما فيهاش افتكاسات، ما فيهاش المسميات الرهيبه اللي بنسمعها، بجد تحفه جدا. تقدروا تعملوها برضو. الطريقه هتلاقوها على القناه، كل الوصفات اللي احنا بنقدمها النهارده هتلاقوها موجوده على القناه. بصوا كده وصفه خطيره، كانت سخنه جدا. عايزه اقول لكم الولاد بيعشقوها. انا ولادي مش من محبي الاجنحه، بالعكس انا لو عملت الاجنحه وحمرتها كده مش هياكلوها مستحيل، ولكن الوصفه دي هم بيعشقوها. وصفه الاجنحه الكنتاكي برضو بياكلوها عادي جدا. لو سلقتي في اجنحه وحمرتيها مش هياكلوها، لو سلقتي فراخ وحمرتيها مش هياكلوها. لازم تدخليها في حاجات زي ما انا عاملاها كده، وتعملي بقى افتكاسات وكانك في مطاعم وحاجات من اللي بتتقدم بره دي. بصوا العظمه بتطلع بكل سهوله، مع ان انا هنا ما سلقتش الاجنحه ولا اي حاجه. احنا كل اللي احنا عملناه تبلناها، وبعدين بعد كده حمرناها في دقيق ونشا، وبعدين عملنا لها الصوص نزلناها فيه وقدمناها بالطريقه الجميله دي، طعمها في منتهى الروعه. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده معشوق الجماهير برضو، وهو الكريب. انا هنا الكريب عاملاه في البيت من اول العجينه لحد الحشو لحد كل حاجه. بجد وصفه سهله وبسيطه وسريعه وكل الولاد بيحبوها. انا هنا عامله الكريب الكونو ده، كان واحد كده بوريكم، كان طالع ترند الوقت ده. وطبعا الفيديوهات دي يا جماعه متصوره بقالها كتير، نغطي على الحاجات المقاطعه اللي ورا دي. تمام كده احنا معانا هنا زي ما احنا قلنا عملنا كريب للولاد في البيت، تقدروا تعملوها باي حشوه انتوا حابينها. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده ونشوف ايه هي الفكره اللي بعد كده.
الفكره اللي بعد كده هي السبانخ. تقدروا تعملوها سبانخ المجمده، تقدروا تعملوا الملوخيه، مفيش اي مشكله. انا هنا جبت نص فرخه، ده كده كان نص فرخه، وقطعت الصدر 2 الصدر بالجناح انا كنت شلته، يعني الربع فرخه انا قطعته 3. خدت الجناح بالكتف العظميه اللي فوق دي لوحدها، بركنهم كده وبجمعهم، بعملهم وصفه زي ما انتم شفتوا في الاول. والجزء اللي بيبقى منه البانيه اللي تحت بيكون جزء كبير كده، فانا بقطعه 2، فبيبقى عباره عن قطعتين كده من اللحم. طبعا حجم اللحمه او الفراخ قد ايه دي حاجه ترجع لكم. بعد كده عملناها او قدمتها مع رز. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديو الحلقه اللي جايه يكون بيتكلم عن ايه. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.